نتائج مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية لموسم 2022-2023 ميلاديا. المباراة الأولى بين فريق شبيبة القبائل الجزائرية وفريق الترجي التونسي، وكانت على الأراضي الجزائرية. فوز فريق الترجي التونسي بهدف دون رد، فهو فوز خارج الديار على فريق شبيبة القبائل. المباراة الثانية بين فريق سيمبا التنزاني والوداد المغربي، وكانت بداخل تنزانيا، ونتيجة المباراة فوز فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وهو فوز غال على الوداد المغربي حامل لقب البطولة الماضية. المباراة الثالثة بين فريق الأهلي المصري وفريق الرجاء الرياضي المغربي، وأقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي، ونتيجة المباراة فوز فريق النادي الأهلي المصري بهدفين دون رد. المباراة الرابعة بين فريق شباب بوليسداد الجزائري وفريق مامولدي صن داونز الجنوب أفريقي، وأقيمت المباراة داخل الأراضي الجزائرية، وانتهت بفوز فريق صن داونز الجنوب أفريقي ب4 أهداف مقابل هدف وحيد لفريق شباب بوليسداد الجزائري. وقد ضمن فريق صن داونز بنسبة كبيرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.